الحجامة انقسم فيها الناس إلى قسمين، فيهم المعارض وفيهم المؤيد. فمن حق المؤيد أن يؤيد، ومن حق المعارض أنه يعارض، لأن في الحجامة وقعت سلبيات كثيرة رغم أن عندها الإيجابيات أكثر من السلبيات. يعني حتى الأطباء في العمليات الجراحية يقعون في أخطاء، هذا طب، ولكن الخطأ يعلم الصواب. فأول ما الإنسان يعني يريد دخول عالم الحجامة لابد أن يتعرف على عالم الحجامة من أوله لآخره، لأنه سوف يسأل عليه يوم القيامة. هذا ماشي يعني لباس ستصنعه أو يعني شيء تبيعه، هذا جسد وروح، والله عز وجل أوصى عن هذه النفس وأوصى عن هذه الروح، وقال من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتخيل تكون سبب في فقدان نفس يعني ويترك العائلة تاعه والولادة تاعه بسببك أنت بخطأ يعني أنت تراه بسيط ولكن يعني هو كبير. فلا بد لمن يدخل عالم الحجامة أول شيء يتعلم على أهل الخبرة، ويتعلم على أهل العلم، ويتعلم كذلك على عن طريق الدورات التدريبية، ويختار، لأن الدورات التدريبية في هذا الزمن كثرت وصار يعني يصير فيها يوم يومين، فمنهم من يحسن ومنهم لا يحسن. والحمد لله يعني الحجامة نحن مسلمين، فالإسلام أوصى عن هذا، لأن اسمها وصية أهل السماء، فهو وحي من الله عز وجل. فنحن يعني نحط هذا الحجامة في طبقها الصحيح. فمن دخل إلى باب يعني غير باب الصحيح الحجامة فيقع في الطامات والأخطاء. أول شيء نعرف ما هي الحجامة لغة واصطلاحا. يعني لغة هي من حجم أي امتص، مثل ما نقول امتص الطفل صدر أمه أي حليب أمه، أي حجم الطفل صدر أمه أي امتصه. وقال حجم بالشدة يعني وحجم أي جمع، فالحجامة تجمع الشوائب والرواسب لإخراج الدم الفاسد. فهذه هي. أما الأحاديث يعني في علم المصطلح الحديث أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيها الصحيح وفيها الضعيف. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما أسري بي يوم الإسراء والمعراج ما من سماء فتحت لي إلا والملائكة قالت أوصيك يا محمد بالحجامة، وفي رواية قالت مر أمتك بالحجامة، والملائكة لا تنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو أمر من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا في الطب يعني العربي والنبوي قال الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، في شربة عسل وفي شرطة محجم وكية بالنار، وإني أنهى أمتي عن الكي، وفي رواية إني أكره الكي، وهو كراهية لا كراهية التحريم بل كراهية يعني نهي الكراهية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي لأنه نوع من العذاب بالنار، فقال فاجعلوه آخر العلاج هكذا. والحجامة الناس تظن بأن الحجامة هو تشريط وإخراج الدم وانتهى الأمر، فلما يتعلق الأمر بالدم الآن في إيجابيات فيه سلبيات، فلا بد من جانب التعقيم، جانب هو الأساس نعطيه الأساس، لأن تنتقل العدوى عن طريق الدم. فمن بين الأمراض اللي هي السيدة، التهاب الكبد الفيروسي، ليباتيت A باتيت سي، فهذا سريع يعني العدوى، فلا بد أن نتعرف على بروتوكول العلاج عن طريق الحجامة. الحمد لله يعني صار الأطباء والعلماء في اليابان وأمريكا والسعودية وقطر وغير ذلك يعني جعلوا بحوث علمية، فكان يعني فيها يعني إيجابيات كبيرة، فخططوا لنا يعني مخططات وبروتوكولات لجميع الأمراض، فاكتشفوا نقاطا خاصة تعالج أي مرض تشتكي منه. فإذا جئت عند الطبيب أو المعالج بالحجامة ما هو مرضك، فهو مباشرة حتى الذي لا يتذكر أو لا يحفظ يذهب مباشرة إلى الكتالوج في الكتاب، قال مرضك فلاني، يقول حجامة هنا هنا هنا، أنت تطبق خلاص. علاش يعني تظن في نفسك أنك تعرف وتفهم؟ هذا هو. ربما شيخ حتى نبقى في هالنقطة من الأساس، هل الحجامة هي عبارة عن علم يدرس أم أنه علم موروث، أم أنه عبارة عن تجارب في الحياة وتجارب الإنسان يتعلمها نعم. عن طريق ربما الحياة اليومية، وعن نعم. طريق الحجامة كانت قديما منذ ما خلق الله آدم عليه السلام، واكتشفوا في الحجر وعند الفراعنة والنقش على الصخور وجدوا صور للحجامة وأنواع كثيرة للحجامة، فوجدوها عند الإغريق في اليونان والرومان والفراعنة وغير ذلك من الأمم التي مضت. ولما جاء الإسلام ثبت هذا الطب وأعطاه يعني أهمية كبيرة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم،
هذا يكفينا أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكمسلمين نعتقد أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، فدلنا على كل خير. فالجانب الصحي، علاش تاكل مليح وعلاش ترقد مليح وعلاش، من أجل صحتك. فالحجامة هي يعني العامل الأساسي للمحافظة على الصحة. فهي أولا خبرة وعلما، فلا بد للعلم. رب العالمين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لله المثل الأعلى. من عرف الله صار يخافه، من تعلم العلم والطب والحجامة صار يخاف أن يدخل في ميدان الحجامة، لأنك لو درسته دراسة صحيحة تصير يعني أذنى الأمور تحرص عليها وتخاف منها. طيب، فيما يخص الشيء الأستاذ يونس ديليمي، كيفاش أنت اكتسبت الخبرة فيما يخص موضوع الحجامة أو فن الحجامة؟ هذا سؤال مهم جدا، سؤال يعني أي شاب بالأخص، يعني المعلوم عندنا وفي عرفنا كل يعني شاب يستقيم على الطاعات، يعني يعفو عن لحيته، يبدأ للصلاة، أول شيء يدخل إلى المسجد يجد الإخوة يحتجمون، ماشي هي الحجامة، فتجد كثير يحتجمون في قاعة الوضوء في المسجد، يجمعوا في الكراسي تاع البيت الوضوء ويديروا بالكؤوس الزجاجية عن طريق القطن والنار، ويعني والتشريط يكون عشوائي، أفقي، عمودي، عريض، طويل، تشريط عميق. فكنا يعني نظن أن هذه الحجام بدون خبرة، بدون دراسة، يعني وجدنا عليها آباءنا، هذا ورثوه. ولكن كانت لها من السلبيات كذلك. سلبيات المشكل إذا أنت ممكن بعد 4 سنوات تمرض، أنت ما تعرف باش مرضت، أنت ما على بالكش باش مرضت، ممكن انتقلت لك العدوى وأنت لا تدري بأن بسبب الحجامة. فاحنا تعلمناها والحمد لله وفضل من الله. وقعنا في أخطاء، مثلا كثرة نزيف الدم. في أول يوم حجمت لواحد الرجل، كنت نذهب يعني أساعد أحد الإخوة جزاه الله خير، فكنا نحجم الناس، فبعدين أنا قلت نحجم وحدي الآن، فعيت لهذا الصديق، فكما قال لك تعلم الحرفة في راس اليتامى، أول ما حجمته الدم بغاش يحبس، فغرقت والقطن كمل وما عرفتش كيفاش ندير. فهذه أول خطوة، دائما الخطوة الأولى يوقع فيها الخطأ. فهذا بسبب يعني أنه ما تعلمتش على الأصول والضوابط الصحيحة، لأن التشريط العميق يخرج الدم الذي يحتاجه الجسم، لأن الدم الوريدي غير الدم الشرايين. الدم الشرايين هو الذي يخرج عن طريق الحجامة، وهي عبارة عن شوائب ورواسب، والكريات الدموية الحمراء الهرمة هي التي ستخرج، يعني اللي ما يسحقهاش الجسم ماتت مريضة. فكل 120 يوم، يعني كل 4 أشهر، الكريات الدموية الحمراء تتجدد، فالكبد والطحال يرمي هذه الكريات الدموية الحمراء، فأول ما تذهب إليه تتجمع في السيسات اللي هو الكاهل، الفقرة السابعة العنقية، ويبدأ يتجمع هكذا كل 4 أشهر منذ أنت يعني صرت في نعومة أظافرك إلى سنك هذا، فتبدأ تتجمع في الظهر، ثم تبعثر، فيوقع انسداد وعدم سيولة الدم جيدة، فعندك كريات دموية حمراء هارمة. فهذه شوائب ورواسب من يعني الأخلاط والأكل يعني الذي غير يصلح، وهذه تبقى في الجسم، هذه تبقى في الجسم، فهي تسبب الصداع والثقل والغضب والاكتئاب والأمراض، وممكن تتسبب لك أمراض كثيرة وأنت لا تدري. عن طريق الحجامة نخرج ذلك الدم الذي هو يعني يصعد عن طريق الشفط اللي هي الحجامة، يصعد، فنفتح عليه فتحا خفيفا عبارة عن خدوش. فهنا ينفرز هرمونات وغادي نتكلموا عليها، وما هي فوائد التشريط الخفيف وما هي سلبيات التشريط العميق والمشرط المعقم والمشرط غير المعقم.